موعد مباراة الأرجنتين وأسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 وحديث عن المباراة. بس قبل أي حاجة، لو أنت مهتم بأخبار الكرة العالمية اعمل متابعة للصفحة عشان يوصل ليك كل جديد. في ليلة مجنونة في كأس العالم 2026 الأرجنتين عملتها من جديد في الدقائق الأخيرة، وقلبت الخسارة الفوز وخطفت بطاقة التأهل للنهائي، وده بعد ريمونتادا قاتلة أمام إنجلترا بنتيجة 2-1 في مباراة هتفضل محفورة في ذاكرة الجماهير. البداية كانت صعبة جدا على الأرجنتين، وده بعد ما إنجلترا نجحت تتقدم في الدقيقة 55 عن طريق أنتوني جوردون بعد عرضية متقنة سددها مباشرة في الشباك وسط فرحة هستيرية كبيرة من الجماهير الإنجليزية. وتعدي الدقايق وتيجي الدقايق الأخيرة في المباراة، وقتها الكل افتكر ان انجلترا قربت تطيح بالارجنتين وضمنت مكانها في النهائي. لكن لما يكون عندك ميسي لازم تتوقع اي شيء. قائد التانجو في الدقيقه 85 بيمرر كره سحريه بتوصل لانزو فرنانديز اللي بيطلق تصويبه قويه بتسكن الشباك عشان يتسجل هدف التعادل وتبدا المباراه من جديد. وتيجي الدقيقه 92 وبلمسه سحريه تانية من ميسي بيرسل عرضيه متقنه من الجهه اليمنى يرتقي ليها البديل لوتارو مارتينيز ويحولها براسه داخل الشباك عشان يخطف هدف الفوز القاتل ويعلن تأهل الأرجنتين للنهائي بنتيجة 2-1 عشان توصل الأرجنتين للنهائي للمرة السابعة في تاريخها، ويتوج ميسي بفضل صناعته للهدفين في المباراة على جائزة أفضل لاعب عشان تكون الجائزة دي للمرة الرابعة ليه خلال 6 مباريات خاضتها الأرجنتين في البطولة. في المقابل منتخب أسبانيا وصل للنهائي، وده بعد كسرهم لكبرياء منتخب فرنسا بعد تحقيقهم لفوز مستحق بهدفين دون رد. الأول جاء من ركلة جزاء نفذها أوريالزابال بنجاح داخل الشباك، والهدف الثاني سجله بيدرو بورو بعد هجمة منظمة انفرد خلالها بالمرمى عشان يسكن الكرة في الشباك عشان تنتهي المباراة بنتيجة 2-0 لأسبانيا وتوصل للمباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخها في مفاجأة كبرى للجماهير حول العالم عن إقصائها لفرنسا. أما عن موعد مباراة أسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 فالمباراة ستقام يوم الأحد إن شاء الله 19 يوليو على ملعب نيويورك نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. أما عن توقيت المباراة فالمباراة ستقام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية وقطر والعراق، والساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 8 بتوقيت تونس والجزائر، والساعة 7 بتوقيت المغرب. أما عن القنوات الناقلة للمباراة فستنقل المباراة عبر قنوات بين سبورتس القطرية. وبكده وصلنا للنهاية. لو أنت مهتم بأخبار كرة القدم العالمية اعمل متابعة للصفحة عشان يوصل ليك كل جديد. كان معكم حسن سعيد.